الصحفي احمد عبد الباسط رئيس تحرير برنامج الكرة مع فايق خرج امبارح بتصريحات تلفزيونيه ان المكالمه اللي كانت بين محمد عادل حكم ساحه مباراه الزمالك والبنك الاهلي والحكم الرابع محمد سلامه حكم تقنيه الفيديو، ان المكالمه فيما معناها النص بتاعها بيقول ان الكرة مش ضربه جزاء، كده بيظلم البنك الاهلي، بيدي 3 بونت للزمالك غير مستحقه في بدايه موسم في جوله افتتاحيه للفرقتين، بتظلم النادي البنك الاهلي اللي 11 لاعب بالجهاز الفني بالجهاز الاداري بمجلس الاداره بالعاملين بالنادي، قصه كبيره اتظلمت بقرار من حكم اللقاء غير صحيح وغير منطقي. هنا احمد عبد الباسط مش هيتكلم من فراغ، هنا السؤال بقى الاهم، هل هيتم التحقيق مع محمد عادل؟ هل هيتم ايقافه؟ هل اتحاد الكوره هيعلن المكالمه المسربه؟ هل هنشوف اتخاذ قانوني صح ولو لمره واحده، وخاصه في بدايه الموسم علشان ما تكونش البدايه كارثيه بالنسبه للتحكيم؟ هل هنشوف الاتفاق اللي حصل بين رؤساء الانديه ورابطه الانديه المحترفه المصريه واتحاد الكوره ان رئيس لجنه الحكام اجنبي مع اتحاد الكوره الجديد، ولا اتحاد الكوره الحالي علشان ماشي هيطرمخ زيها زي الجوابات والعقوبات والايقافات والحكايات والروايات، وهنشوف موسم استثنائي بدايته كارثيه من الناحيه التحكيميه، ولسه اللي جاي الله اعلم شكله ايه. لكن الساعات القليله القادمه ما اعتقدش ان هي هتعدي سهل على محمد عادل، لان احمد عبد الباسط مش هيطلع يتكلم من فراغ، خاصه ان هو قال لك انا معايا المكالمه اللي بين حكم الساحه وحكم الفيديو.